وهنا غادي نشوفوا هذا المطعم اللي كاين وسط البحر وسميتو مطعم باراتي، ولكن في الوقيته اللي غادي يقربوا منه غادي تبان واحد السفينه بحريه اللي كانت هي غادا لتماك، واللي كان فيها واحد خينا سميتو فلوبودي، واللي كان غادي بالتيتيزه ديالو لتماك باش يتعشاو في المطعم. وفي البلاصه غادي يقول للرجال ديالو هجموا على هذه السفينه بين من ناكل ونسالي، وداك الشيء اللي كان غادي تصيفط واحد القنبله لسفينه الطاقم ديال لوفي، ولكن الجسد المطاطي ديالو غادي يتسبب في انه يبدل الاتجاه ديالو ويصيفطها للمطعم ويدمر جزء كبير. داك الشيء اللي خلى لوفي مشى لتماك باش يعتذر من مول المطعم، ولكن زيف اللي هو رئيس الطباخه في البلاصه قال لوفي انا ما باغيش الاعتذار ديالك وباغيك تخلص لي فلوس الاصلاحات. قال لي لوفي ولكن انا ما عنديش الفلوس، وهو يقول ليه زيف اذا ابتداء من اليوم غادي تخدم عندي. وهنا غادي نشوفوا داك خينا اللي كان مريح مع التيتيزه ديالو وكيدوز وقيته زوينه، ولكن هذا الجو الزوين ما غاديش يطول حيت الطباخ اللي كيسرب لهم الماكله غادي يحرقوا هذه المره. داكشي اللي خلى فلوبودي تعصب ديال بصح ورس الطابله وقال ليه هذه الماكله خايبه بزاف، وهو يقول ليه الطباخ انت دابا غير ضيعتي هذه الماكله وكنتي بكل بساطه تقدر تطلب ماكله اخرى. قال ليه فلوبودي انا كندير اللي بغيت حيت انا اللي كنخلص وانت غير خدام هنا. وهنا المفاجاه، خونا اللي سميتو سانجي غادي يشنق فلوبودي من قرجوتو وغيقول ليه وياك تعاود تضيع الماكله مره اخرى. وهنا غنفهموا باللي خونا ماشي مجرد طباخ وصافي. المهم لوفي من المطعم حتى هما غادي يجيو غادي يشوفوا شنو اللي وقع، وفي ديك اللحظه غادي نسمعوا خبر من واحد الجندي اللي قال لهم واحد من الاتباع ديال قراصنه كريغ هرب، واللي هو التابع اللي شدينا هذه 3 ايام. كلشي خاف من اللي سمعوا قراصنه كريغ اللي معروف عليهم هما الاقوى في الازرق الشرقي. وداك الشيء اللي كان داك القرصان غادي يوصل على غفله وغادي يقتل داك الجندي وغيدخل يريح في واحد الطابله وقال لهم شي واحد يجيب لي من ناكل، انا راه 3 ايام ما كليت شي حاجه. وهنا غيسولوا واحد الطباخ واش عنده الفلوس، وهو يقول ليه القرصان انا ما عندي والو، وهو يضربوا داك الطباخ وقال ليه يلا تحرك من هنا. ولكن الغريب هو ان سانجي غيهز ديك الماكله اللي تقلبات وغادي يعطيها ليه وقال ليه يلا كول وما غادي تخلص والو، غادي ياكل داكشي وغادي يقول ليه هاد الماكله هي ألذ حاجه كليتها في حياتي. وفي ديك اللحظه كان لوفي متبع كلشي، داكشي اللي خلاه ضحك وقال مزيان ملي لقينا طباخ واعر. وفي البلاصه غيطلب من سانجي ينضم للطاقم ديالو، وهنا غنعرفوا منه باللي زيف مول داك المطعم كان قرصان مشهور، وبالنسبه لي المطعم ديالو هو الكنز ديالو. وسانجي كان عنده سبب واحد حنا ما عارفينوش هو اللي مخليه يخدم في داك المطعم. المهم داك القرصان غادي يشكر سانجي وغيقول ليه انا سميتي كين وما عمرني غادي ننسى باللي عتقتيني من الموت. وموراه غادي ياخذ واحد القارب وغادي يمشي، ولكن خونا ما غيبعدش وغيمشي لواحد البلاصه عنده واحد الشخص غيدخل عنده غيعاود ليه كلشي. وانا غنعرفوا باللي هذا هو دون كريغ القائد ديالهم. وفي ديك اللحظه غادي يقول ليه كين انا غادي نديك لتماك وغادي تشوف كلشي بعينيك. وداك الشيء اللي كان سفينه القراصنه ديال كريغ غادي توصل للمطعم باراتي، ولكن غنلاحظوا باللي عندهم سفينه شبه مدمره بشكل كامل. غادي يهبط كريغ للمطعم وكلشي غادي يخاف، ولكن غنلاحظوا باللي حتى هو كان ضعيف بزاف ومده طويله ما كلا حتى شي حاجه. غادي يطلب منهم الماكله وقال لهم عتقوني انا راه غادي نموت، ولكن على غفله كاع اللي كانوا خايفين غيمشي منهم الخوف وقالوا هذا ضعيف وما غيقدر يدير لنا والو، ودابا خلينا نستدعوا الحكومه ونسلموه لهم. ولكن سانجي بنفس الطريقه مره اخرى غادي يجيب الماكله وغادي يعطيها ليه. كلشي تخلع وقالوا ليه انت راك هكا كتعاون اقوى قرصان في الازرق الشرقي، القرصان اللي غادي ينوض وغادي يقتلنا كلنا. ولكن سانجي ما مهتمش بهذا الشيء. وهنا دون كريغ غادي يسالي الماكله وفي البلاصه غادي يهجم على سانجي. لا ما يمكنش خونا غدار وما عندوش مبادئ. وهو يقول ليه كين شنو كدير ياك انا اتفقت معاك باش ما ديرش هذا الشيء، هادو راه عتقونا من الموت. غادي يضربوا كريغ وقال ليه ما سوقيش، ودابا هذا المطعم راه ولا ديالي والسفينه ديالي اللي على برا فيها 100 واحد محتاج ياكل وكلهم غيموتوا لا بقاو بالجوع. ودابا سربي وجدوا الماكله وعطيوها لهم باش ياكلوا. وهنا سانجي غادي يعاود ينوض باش يدخل الكوزينه ويطيب لهم، ولكن بطبيعه الحال الطباخ غادي يوقفوه وغيهددوه. ولكن سانجي ما تسوقش لهم وقال لهم انا طباخ وما حد شي واحد محتاج ياكل فانا غادي نطيب ليه ونعطيه ياكل. غادي يتجاهل واحد من الطباخ هذا الشيء وغادي يجبد سلاح وغيهجم على كريغ، ولكن كريغ بالجسد الصلب ديالو ما غاديش يتاثر وغادي يخرج بزاف الاسلحه من تحت منه وغيهجم على الطباخه وقال لهم انا اقوى واحد في الازرق الشرقي وحتى واحد ما غادي يقدر عليا. وانا غنشوفوا زيف اللي هو اخيرا جاو معاه الاكل كامل وقال له يلا خذ هذه الماكله للرجال ديالك وسير من هنا. غادي تصدم كريغ فاش عرف باللي هذا هو القرصان المشهور زيف واللي كانوا كيسميوه القدم الحمراء، حيت الرجل ديال زيف كانت قويه بزاف وكانوا كيقولوا باللي قادر يدمر بها حتى الصخر. ولكن زيف غيقول له انا ما بقيتش قرصان وهذا المطعم هو الكنز ديالي وياك تقرب منه، ودابا سير بحالاتك من هنا محارب الجراند لاين اللي تهزم. وانا غنعرفوا باللي اسطول كريغ اللي مكون من 50 سفينه تدمر كامل من بعد ما دخل الجراند لاين ورجعت منهم غير سفينه وحده اللي حتى هي كانت مدمره بشكل كامل. ويلي حتى شنو هو هذا الجراند لاين كاع؟ هو يقول لي كريغ انا عارف باللي كنتي قرصان ودوزتي مغامرات كثيره في الجراند لاين، اذا اكيد انت عندك سجل ابحار خاص بك، داكشي علاش انا باغي داك السجل. وهو يقول لي زيف مستحيل تاخذ هذا السجل حيت هذا راه الفخر ديالو والفخر ديال الرجال ديالي كاملين وما عمرني غادي نعطيه لك واخا نموت. غيضحك كريغ وغيقول ليه انا غادي ناخذه منك بالقوه وغنرجع للجراند لاين وغنجمع اسطول كبير وغنوصل لوان بيس وبحال هكا غادي نكون ملك القراصنه. وفي ديك اللحظه هو اخيرا غيتدخل لوفي وغيدوي وغيقول ليه كيفاش انا اللي غادي نكون ملك القراصنه. غادي يغضب كريغ وقال ليه هادي راه ماشي لعبه، انت مجرد دري صغير والجراند لاين غادي تموت فيه كيف غادي تدخل ليه. غادي تزيدوا في الهضره وكانت باينه باللي غادي يتقاتلوا. وفي ديك اللحظه زورو ويوسف غادي يقولوا ليه حنا امتى غادي نتقاتلوا، ما غاديش يرضى كريغ يتقاتل معاهم وقال لهم انا غندي الماكله للرجال ديالي واللي باغي يعيش يمشي من هذا المطعم حيت ملي غادي نرجع غادي يكون الملك ديالي. وكيف مشى الطباخ غادي يقولوا لزيف اش هادشي
هادشي درتي راه غادي يرجعوا معاه الرجال كاملين وغادي يهجموا علينا. وهو يقول لهم زيف سكتوا من الهضره، نتوما راه ما عارفين الشعور ديال بنادم اللي غادي يموت من الجوع، وباش ما يكون عندك لا شراب لا والو في هذا البحر راه صعيب بزاف. والفرق اللي بينكم وبين سانجي هو ان سانجي جرب هذا الشعور وعارف مزيان شنو هو الموت بالجوع ياك. اذا هادشي علاش سانجي كان كيعطي الماكله لاي واحد فيه الجوع. وهو يقول لهم زيف عاوتاني ودابا اللي باغي يمشي من هنا يمشي، ولكن الطباخه غادي يقولوا ليه لا حنا غادي نتقاتلوا. وهنا غادي يسولوا فيغين وغيقول ليه شنو وقع في الجراند لاين. قال لي كاين داكشي اللي وقع انا براسي ما فاهموش. في النهار السابع من الرحله ديالنا غادي نوض الرعب، راجل واحد صافي من الجراند لاين دمر الاسطول ديالنا كامل، وكون ما كانتش واحد العاصفه وبعدت السفينه ديالنا كانت حتى هي غتدمر بشكل كامل. اما العينين ديال داك الشخص كانت كتخلع بحال عينين الصقر. غادي يسمع زورو هادشي وغيقول ليه واش كدوي بصح. نقزف وقال لهم هذا اكيد عين الصقر ماي هوك. نقز لوفي وقال زورو واش انت كتعرفوا؟ قال ليه زورو هذا هو الشخص اللي انا كنقلب عليه. وهو يضحك لوفي وقال ليه اذا الجراند لاين غادي يكون ممتع. المهم نرجعوا عند الرجال ديال كريك اللي كانوا سالاو الماكله وغيقول لهم يلا سربيو حيتاش غادي نخليو هاد السفينه وغنستوليو على هاد المطعم. ولكن قبل ما يتحركوا واحد الشخص غيهجم على السفينه ديالهم وغادي يقسم على جوج بضربه واحده. غادي يخرج لوفي وسوب وزورو وهما ما متيقين شنو كيشوفوا، وحتى زيف ملي خرج تصدم من شنو شاف. وهو يقول لهم لا ما يمكنش. اما كريك خاف ديال بصح وقال في خاطره لا ما يمكنش هذا تابعنا حتى لهنا. اذا هذا اللي جا هو عين الصقر ماي هوك واللي جا حتى الازرق الشرقي. وانا زورو من بعد ما شاف الشخص اللي كان حياته كامله هو كيقلب عليه فرح حيتاش يلازمو غادي يكون هو اقوى سياف في العالم، حيتاش ماي هوك هو اللي واخد هذا اللقب حاليا. وانا زورو غادي يقول جا الوقت باش ننفذ الوعد ديالي. وانا غادي يعيط ليه وغادي يقول ليه فراسك انا خرجت للبحر على قبل الهدف ديالي. قال لي ماي هوك شنو هو الهدف ديالك؟ قال لي الهدف ديالي هو نكون الاقوى وعلى قبل هذا الشيء انا غادي نهزمك ماي هوك. غادي يضحك ماي هوك وغيحس بالعزيمه في كلام زورو. اما زورو غادي يخرج السيوفه ديالو بثلاثه على قبل القتال، ولكن ماي هوك غيفاجئ وغيخرج واحد الموس صغير وقال ليه انا اكيد ما غاديش نستخدم قوتي كامله قدام مبتدئ بحالك. غادي يتعصب زورو من كلامه وفي البلاصه بلا ما يفكر غادي يهجم عليه بهجوم سريع. ولكن لما تسطينيش ماي هوك تصدى السيوفه ديالو كاملين بداك الموس الصغير. تعاش هاد القوه غادي يحاول زورو بهجمات متابعه باش يضرب ماي هوك ولكن بلا حتى شي فائده. تورق ليا ماي هوك غير بموس صغير وقف كاع الهجمات ديال زورو. وانا زورو غيوقف مصدوم ويلي حتى لهاد الدرجه فرق القوه اللي بيناتنا كبير. وهنا غادي يضربوا ماي هوك بالضربه القاضيه وغادي يطيحوا كاو. وتماك غادي يتفكر الوعد ديالو الكوينه وغيتفكر كاع العذاب اللي داز منه باش يوصل لتماك. وفي ديك اللحظه غادي ينوض مره اخرى وغيقول ليه انا ما خاصنيش نخسر. وفي ديك اللحظه كيف غادي يهجم هاد المره ماي هوك غادي يغرس في داك الموس وغيقول ليه غير قول لي علاش ما كترجعش للور حيت بهاد العقليه راه ممكن تموت. قال لي زورو ما كتهمنيش الموت، انا الا رجعت خطوه للور غادي نحس باللي كاع داكشي اللي عشتو كان بلا حتى شي معنى، وحتى من الوعود والمجهودات ديالي غادي نتحطموا وما غاديش نرجع لهادشي اللي انا فيه دابا. قال لي ماي هوك ولكن بحال هكا راه غادي تموت. غادي يبتسم زورو وقال ليه ما كيهمنيش. ماي هوك في البلاصه غادي يرجع الموس ديالو وقال لي شنو سميتك؟ قال لي انا سميتي رورونوا زورو. في البلاصه غادي يجبد ماي هوك السيف ديالو اقوى سيف في العالم وغيقول لزورو انا غادي نبقى عاقل على سميتك وغادي نتسناك واحتراما ليك غادي نتقاتل معك بهذا السيف. وهنا اخر فرصه عند زورو يا الانتصار يا الهزيمه. غادي يجمعوا على بعضياتهم ولكن السيوفه ديال زورو غادي يتقسموا وبحال هكا ماي هوك هو اللي انتصر. وغادي يعاود يوقف قدامه وغيقول ليه الضربات في الظهر عيب في حق السياف. ماي هوك انبهر من الشجاعه ديالو وفي البلاصه ضربوا الضربه النهائيه، الضربه اللي غادا تسالي القتال وغتخليه يطيح وسط البحر. كلشي تصدم من الهزيمه ديال زورو. وانا لوفي غادي يقرب ليه وقال ليه اش هادشي اللي درتي بحال هكا راه غادي تقتلو. قال لي ماي هوك ما تخافش انا ما قتلتوش وداكشي اللي كان. جوني ويوساكو غادي يطلعوا زورو لواحد القريب وبداو كيعالجوه. وهنا غادي يغوت ماي هوك بالجد وقال زورو باقي الحال على انك تموت ودابا ما عليك غير تدرب وتكون اقوى وانا غادي نبقى كنتسناك. وهنا غادي يقول لوفي وانت شنو هو الحلم ديالك؟ قال لي لوفي الحلم ديالي هو نكون ملك القراصنه. قال لي ماي هوك الحلم ديالك صعيب حتى على انك تهزمني. وفي هاد اللحظه زورو غيرجع للوعي ديالو وغيرفع السيف ديالو الفوق وغيقول لوفي اسمح لي حيت شطنتك عليا وانت راك ما محتاجش اقل من اقوى سيف في العالم وسط الطاقم ديالك، ولكن كنواعدك بلي ما غاديش نعاود نتهزم وغادي نكون اقوى سيف في العالم ملك القراصنه. غادي يضحك ماي هوك وقال لي في المستقبل نتوما غادي تكونوا فريق قوي وانا غادي نتسناكم. وكيف بغى يمشي غادي ينقص كريك وقال ليه واش انت ما جيتيش لهنا باش تقتلني؟ قال لي ماي هوك في الحقيقه هادشي علاش جيت ولكن انا دابا راه مليت من القتال. قال ليه كريك ولكن انا ما مليتش. وفي ديك اللحظه غادي يجمع عليه ولكن ماي هوك تشالو مشى بحالو من تماك. وانا لوفي غادي يقول يوسف سير دغيا عند نامي وانا غادي نسالي وغادي نتبعك. وفي هاد اللحظه كريك كان هو الرجال ديالو واجدين باش يستوليو على مطعم باراتي ولكن لوفي غادي يقول لزيف شنو بان لك نهزمو ونخليه يمشي من هنا وبسبب هادشي غادي تخليني انا نمشي وتسمح لي حيت دمرت المطعم ديالك. قال لي زيف صافي سير دير اللي بغيتي. وهنا غادي يستعدوا كاملين للقتال. في البلاصه غادي يبان واحد من اقوى الرجال ديال كريك اللي سميتو بيرل والجسد ديالو كان عباره على درع والضربات ديالو قويه بشكل كبير. وهنا غادي يتدخل سانجي وغادي يتقاتل معاه غير برجل وحده وهادشي كيعني باللي سانجي عنده قدره اللي ماشي عاديه والبلان هو انه كيتقاتل برجليه حيت يديه كيستخدمها غير في الطياب. وانا غادي يقول لبيرل انا غادي نهزمك غير برجليه صافي. ولكن بيرل غادي يبدا يخبط في الدروع وغيشعل فيه العافيه لدرجه العافيه بدات كتنتشر في الدنيا كامله. وهنا في البلاصه سانجي غادي يهجم عليه وغادي يضربه ولكن بيرل غادي يوقف وغادي يصيفط بزاف ديال الطلقات في اتجاه المطعم ولكن زيف برجليه بكل سهوله غادي يطفي العافيه ومن الفوق وقف حتى الطلقه
ملاقاش. اذا زيف باين عليه كان قرصان في الماضي، ولكن على غفله من موراه غادي يجي كين وغادي يحط ليه الفردي على راسو وهو يقول لي كريك يلا قتلو، حيت الا درتيها غادي ناخذوا المطعم بكل سهوله. قال لي كين ولكن انا ما باغي نقتل حتى شي واحد، الله يخليكم سيروا من هنا وتخلاو على المطعم. قال لي سانجي مستحيل، ولا كنتي غتقتل شي واحد قتلني انا وطلق زيف. وهو يقول ليه بيرل الا كنتي باغي تموت فراه انا اللي غادي نقتلك، وفي البلاصه غادي يضربوا ضربه قويه. ولكن البلان هو ان سانجي ما بغاش يتصدى ليها، حيت ديك الساعه كين كان غادي يقتل زيف. وهو يقول لهم هذا المطعم هو الكنز ديال الشارف زيف، انا خديت منه قوته والحلم ديالو وما غاديش نسمح لشي واحد ياخذ المطعم ديالو. وهنا غادي نرجعوا بالزمان اللور وغنشوفوا باللي سانجي فاش كان صغير كان طباخ عادي في واحد السفينه، وغنعرفوا من كلامه باللي الحلم ديالو هو يلقى البحر الازرق الكامل. ولكن الطباخ غيقولوا ليه مستحيل هذا الحلم، حيت هذا هو الحلم ديال اي طباخ، ولكن ما عمر شي واحد لقاه. وفي ديك اللحظه وسط من هذه الهضره غتهجم عليهم سفينه ديال القراصنه واللي كانت سفينه القدم الحمراء ديال زيف. وسانجي ديك الساعه كان خايف وقال في خاطره انا ما باغيش نموت هنا. داكشي اللي خلى سانجي ديك الساعه يحاول يقاوم، ولكن واخا تضرب رفض انه يستسلم. وهو يشقم رجل زيف وقال ليه انا غادي نلقى الازرق الكامل باي طريقه ومستحيل نموت هنا. كلشي ضحك على كلامه الا زيف، وموراه طلقوا بداو كينسحبوا حيت كانت جايه عاصفه قويه واللي غادا تضرب سانجي وغادا تطوعوا في البحر. داكشي اللي خلى زيف نقز بالزربه من موراه باش يعتقوا، ولكن العاصفه دمرت السفن بجوج وحلت رجل زيف في الحطام. داكشي اللي خلى زيف قطع رجليه بلا ما يفكر ونزل باش يعتق سانجي. يعني زيف ضحى بقوته كامله على قبل سانجي. وهنا منين فاق سانجي غادي يلقى راسو فوق واحد الصخره كبيره مع زيف وبوحدهم. وهو يقول ليه زيف الماكله ديالك كاينه في الخنشه اللي حداك، غادي يشوف ماكلته في ماكله زيف. وقال ليه ولكن علاش الخنشه ديالك فيها ماكله اكثر مني؟ قال ليه زيف كل داكشي اللي عطيتكم ما تدويش بزاف، ومن موراه غادي يتفرقوا وغيبقاو مراقبين لا تدوز شي سفينه باش تعتقهم. وبحال هكا دازت الايام والماكله بدات كتسالي وسانجي كيجي الجوع. وانا من بعد مساله الماكله ولات حالته يرتلاها وغيموت بالجوع. وكيف غادي يمشي عند زيف غادي يلقى الخنشه ديالو باقا كيف ما هي، غادي يقرب وغادي يحلها ولكن ما غيلقاش فيها الماكله، غيلقاها عامره غير بالكنز. وهو يقول ليه لا مستحيل، حنا عندنا هاد الفلوس كامله واخا غادي نموتوا بالجوع. يعني زيف عطى ماكلته كامله لسانجي وبقى ديك المده كامله بلا حتى شي ماكله. وهنا كيف شاف سانجي رجل زيف المقطوعه عرف باللي تقطعت ليه فاش كان غادي يعتقو، تصدم وما تيقش وقال ليه علاش درتي هادشي على قبلي؟ قال ليه زيف حيت انت عندك نفس الحلم ديالي، انا دخلت الجراند لاين ولكن ما قدرتش نحقه، ولكن انت غادي تحقه في يوم من الايام. وفي ديك اللحظه غادي يطيح وما بقاش قادر يتحرك وباينه باللي هادي الاخر عليه. وهو يقول سانجي علم الله شحال من واحد وسط البحر مات بالجوع، ولا مشيت حتى نجيش انا غادي نقدم مطعم وسط البحر وما غنخلي حتى واحد يموت بالجوع. وفي ديك اللحظه غادي يجي الفراج وغادي تدوز واحد السفينه وغادي تنقذهم. وبسبب هادشي بجوج بلا ما عرفوا شنو هو المعنى الحقيقي ديال الجوع. ودابا عاد توضحت لنا الصوره على سانجي باغي يحافظ على المطعم. وانا غيقول لهم انا واخا ندير اللي درت ما غنقدرش نرد ليه الجميل، داكشي علاش غنخاطر بحياتي وما غنسمح لحتى واحد ياخذ المطعم. ولكن بيرل قال ليه هذه قصه زوينه ولكن هذا المطعم غادي يتسد دابا وغيتحول لسفينه قراصنه. في ديك اللحظه لوفي غادي يجعر ديال بصح وغادي يهز رجليه حتى للسما وغينزل على المقدمه ديال المطعم وغيدمرها. وهو يقول لي سانجي اش هادشي درتي؟ قال لي لوفي انا غادي ندمر هذا المطعم، حتى ما كاينش هو ما غيكون حتى شي سبب يخليهم يهجموا علينا. غادي يضحك زيف على هادشي اللي داروا لوفي، ولكن سانجي غادي يتعصب من كلامه وحتى من لوفي كان جاعر اكثر منه. وقال ليه الموت ديالك هنا ما غادي يرد الجميل حتى شي واحد، واصلا هو ما عتقكش باش تموت على قبل هذا السبب، والموت ديالك هنا غيدل على حاجه وحده واللي هي انت ضعيف. غادي يضحك بيرل وفي ديك اللحظه غادي يهجم عليه، ولكن كين غادي يطلق زيف وغادي يهجم عليه بهجمه قويه لدرجه الضربه ديالو هرست الدرع ديالو وقضات عليه. وهو يقول ليه كريك اش هادشي اللي درتي؟ قال ليه كين غير سمح لي ولكن هاد الشخص عتق حياتنا وما بغيتوش يموت بهاد الطريقه. وهو يشوف سانجي وقال ليه انا غادي نهزمك وغادي نقتلك بنفسي. وبحال هكا القتال غادي يكون ما بين سانجي وكين، ولوفي غادي يتقاتل مع كريك. غادي يبدا القتال ديال سانجي وكين، وكين كان سريع بزاف وسلاحه خطير وبسبب هادشي قدر يتفادى الهجمات ديال سانجي ويسيطر عليه. وقال ليه يا قلت لك ما غاتقدرش تهزمني، ولكن سانجي غادي يحل راسو وغادي ينزل على كين بضربه للراس، ولكن حتى هو غادي يعاود يضربو ضربه قويه بزاف وبجوج بهم غادي يطيحوا مغيبين. وانا لوفي قال لهم اذا حتى انا غادي نهجم في البلاصه غادي يهجم على كريك، ولكن كريك غادي يخلق انفجار في الماء اللي غادي يرجعوا اللور. وكيف غادي يتلفت غادي يلقى سانجي طايح وكينزف حيت كين كان قوي بزاف وما فيهاش شك غادي يقتلو، ولكن على غفله غادي يبدا يبكي في بلاصه ما يقتل سانجي. وهو يشوف كريك وقال ليه انا ما نقدرش نقتلو حيت هو اول شخص يعاملني مزيان في حياتي. غادي يتعصب كريك وقال ليه انا كنكره الاخلاق والتعاطف واي حاجه كتخص هاد الامور. وفي ديك اللحظه غادي يجبد سلاح الغسام ديالو وغادي يوجهوا جيتهم كاملين. وفي ديك اللحظه بلا مقدمات غادي يطلق قنبله الغسام. وانا لوفي غادي يبان ليه كلشي تلاح وسط البحر واللي بقى دخل وسط المطعم، يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي غادا تحميه من داك الغاز. ولكن في ديك اللحظه غادي يشوف واحد القناع تلاح قدامه اللي مضاد للغاز، وقبل ما تفرق على القنبله لوفي كان لبس القناع وقدر يعتق راسو. وكيف غادي يخبر الدخان غادي نشوفوا داكشي اللي دارو كين كان عنده جوج ديال الاقنعه وهو اللي عطى واحد لسانجي وواحد للوفي، وبحال هكا ضحى بحياته وصافي هو دابا في النهايه ديالو. وهو يضحك كريك وقال ليه انت كتعلم حيتاش مكلخ وما عمرك غادي تتعلم حتى غادي تموت. كلشي تفاجئ من داكشي اللي دارو كريك كيفاش قدر يقتل التابع ديالو المخلص ليه بهذه السهوله. وانا لوفي غادي يزيد يتعصب وغادي يقول لكين وياك تموت حيت ما خاصكش تخلي واحد بحال هذا يقتلك، تمسك بالحياه وانا كنوعدك باللي غادي نهزمو. وهو يقول لي سانجي تهدن انت راه بحالك كتلوح راسك للموت. قال لي لوفي لا انا ما غاديش نموت هنا وفي البلاصه
البلاصه غادي يجرب الزربه في جهه كريغ اللي غادي يقول ليه انا دابا غادي نحفر لك قبرك. غادي تيري فيه كريغ القرطاس، ولكن لوفي ما غاديش يوقف وغادي ينقز على حرج هادو وغيستعد باش يضربو، ولكن كريغ غادي يغطي راسو بواحد الدرع عامر بالمسامر. واخا هكاك لوفي غادي يضربو على حرج هادو ضربه اللي غادي تطيحو كاو، وهو يقول ليه لوفي انا مستحيل نموت هنا. اما سانجي غادي يقول هادي راه تسطيه، هذا راه كيضحي بحياته، وهو يقول ليه زيف هذه مده طويله ما شفت شي واحد قادر يضحي بحياته على قبل الهدف ديالو. اذا هذا هو مونكي دي لوفي اللي ما عمره غادي يستسلم مهما كانت القوه ديال الخصم ديالو. المهم كريغ غادي يعاود يوقف على رجليه وغيخرج سلاحه الاقوى وغيهجم على لوفي، رمح اللي كان قوي بزاف وفي كل ضربه كيسبب انفجار. وهو يقول لوفي انت باقي ما شفتي والو، ولكن البلان هو ان لوفي دابا عيا وفقد بزاف ديال الدم بسبب كريغ، ومن الفوق بدا كيهجم بلا ما يوقف، وداك الشيء اللي كان غادي تصاب بزاف ديال المرات بسبب الرمح ديال كريغ. ولكن واخا هكاك غادي يعاود يوقف. كريغ غادي يتعصب من العزيمه ديالو وقال ليه انا هو الاقوى في الازرق الشرقي، وفي البلاصه غادي يعاود يهجم عليه، ولكن هاد المره الرمح ديالو غادي يتقسم. وهو يقول ليه لوفي انا ضربت الرمح ديالك 5 ديال المرات، داكشي علاش تقسم، اذا بحال هكا ما غاديش يعرف كيفاش يهجم به. وهنا غادي ينقز لوفي للفوق وغادي يبدا يصيفط ليه هجمات قويه ومتابعه وسريعه، ولكن كريغ بقى ثابت بسبب الدرع ديالو، وكيف غيعاود يضربو ما غيطرا والو. وهنا غادي يوقف كريغ، ولكن لوفي عاوتاني غادي يهجم عليه، وخر ما عليه قنابل اللي تفرقعت عليه. لوفي غادي يقدر يضربو ضربه اللي غتخلي الدرع ديالو يتقسم منه طرف، وفي البلاصه عاوتاني غادي يخرج ليه من وسط الدخان وغادي يضربو ضربه بازوكا اللي غادي تهرس الدرع كامل. ولكن على غفله كريغ لاح عليه واحد الشبكه اللي غادي تحكم لوفي وما قدرش يتحرر منها، وصافي غادي يطيح. وهذا الشيء كامل كان قدام سانجي اللي غيعاود يقول علاش هاد المخاطره بحياته كامله. وهنا كريغ غادي يقول ليه اذا ما حدك انت كليتي فاكهه الشيطان فانا غادي نهبطك للبحر وغادي نقتلك. قال لي لوفي هاد الشيء في الحلم ديالك، وفي ديك اللحظه غادي يخرج دراعو ورجليه وغادي يبدا يدور في السماء ويدور مع كريغ، وفي البلاصه غادي يخبطوا بكل قوه مع السفينه وبحال هكا غادي يقضي عليه. اذا واخيرا لوفي هو اللي ربح القتال، ولكن لوفي في ديك اللحظه غادي يطيح وسط البحر وغادي يبدا يغرق حيت ما كيعرفش يعوم بسبب فاكهه الشيطان. داكشي اللي خلى سانجي تلاح في الماء باش يعتقو، وفي نفس الوقت هو كيفكر في لوفي وزورو اللي العزيمه ديالهم قويه وما كيتراجعوش، وبجوج بهم كانوا غيضحيو بحياتهم على قبل الطموح ديالهم كيف ما هو كان غيضحي براسو على قبل الطموح ديالو. وهنا غادي يطلعوا للفوق وكيف غيحاول يعرف مالو غيلقاه غير نعس وما طاري ليه والو. وهنا عاوتاني غادي ينوض كريغ وهو دايخ وغيقول لهم انا ما تهزمتش، انا هو الاقوى هنا، ولكن كي حتى هو رجع للوعي ديالو غادي يقرب ليه وغيضربو وقال ليه حنا تهزمنا وجا الوقت باش نمشيو من هنا. وداك الشيء اللي كان كين غادي يشكر سانجي وغادي يمشي بحالته هو كريغ والرجال ديالو. وفي ديك الوقيته وسط البحر غادي نشوفوا نامي اللي خدات السفينه ومشات هربات، ولكن غادا تبدا تبكي وغادا تقول انا باغا نكون حره، اذا على من الله واش غادي يخلوني نرجع ولا لا. ويلي شنو زعما اللي كيوقع لنامي، واصلا هي فين غادا. اما عند المطعم لوفي غادي يفيق وغادي يبدا يدوي مع سانجي باش ينضم ليه، ولكن سانجي مره اخرى غيرفض. ومنين غادي يسمع زيف الهضره ديالهم غادي يفكر في خطه الطباخه ديالو باش يقنعوا سانجي يتخلى على المطعم ويمشي للجراند لاين على قبل باش يحقق الحلم ديالو. وداك الشيء اللي كان غادي يبداو يعاملوه بطريقه خايبه وغيقولوا ليه سير بحالك من هنا حيت حنا ما باغيينكش تبقى. وداك الشيء اللي كان الخطه ديالهم بحال والو تنجح، ولكن في ديك الوقيته غادي يوصل يوساكو وغيقول لوفي حنا ما قدرناش نوصلوا لنامي ولكن حنا عرفناها فين غادا. قال لي لوفي اذا فاش كنتسناو خلينا نتحركوا باش نمشيو عندها. غادي يستعدوا باش يمشيو، ولكن سانجي غادي يقول ليه تسنى حنا بجوج بينا عندنا احلام وحتى انا براسي عندي حلم وباغي نحققه، داكشي علاش انا غادي نضم لك باش نمشي للجراند لاين ونكون الطباخ ديال السفينه ديالك. غادي يوافق لوفي ورسميا غادي يولي عندنا عضو جديد في الطاقم. غادي يجمع سانجي حوايجو وغادي يوجد راسو باش يمشي، ولكن لحظات الوداع هي اصعب حاجه كيدوز منها بنادم. غادي يبكي سانجي وهو كيتذكر كاع داكشي اللي داز منه مع زيف. غادي يتحنى في الارض قدامه وقدام الطباخين وغادي يشكرهم على كاع داكشي اللي داروا معاه. كلشي بدا كيبكي وغيقولوا ليه غادي نتوحشوك. ومن موراها غادي يرحل سانجي بشكل رسمي من مطعم باراتي وغيقول زيف في خاطرو انا غادي نتسناك تحقق الحلم ديالك في يوم من الايام. غادي يدخلوا وسط البحر في الاتجاه اللي غادا ليه نامي وزورو يوسوب وهو يقول لهم يوساكو حنا دابا راه غادي للبلاصه اللي موجود فيها القرصان البرمائي ارلونغ. قال لي لوفي كيفاش انا عمرني ما شفت شي برمائيين. قال لي يوساكو هذا راه هو اكثر واحد عنده سمعه خايبه في الازرق الشرقي وعلى قبل دماغه عاطينا 20 مليون بيري. ودابا ركزوا معايا حيت انا غنشرح لكم كلشي. داكشي علاش نتوما ركزوا حيت غيقول شي حاجه اللي مهمه. غيقول لهم باللي الجراند لاين كيتعتبر مقبره القراصنه، داكشي علاش كاينه 3 ديال القوى رئيسيه كتحكموا، وواحده من ديك القوى سميتها تشيتشيبوكاي السبعه. هادو قراصنه ولكن تابعين للحكومه، والحكومه هي اللي كتسمح لهم يكونوا قراصنه بشرط يتقاسموا الغنائم والكنوز معاهم. ودراكولا مايهوك هو واحد من هاد تشيتشيبوكاي، يعني هاد تشيتشيبوكاي قراصنه اللي اقوياء، وواحد من تشيتشيبوكاي حتى هو برمائي وسميتو جيمبي وهو نيت زعيم قراصنه البرمائيين. وارلونغ كيتعتبر في نفس قوته ومن الفوق كان تابع ليه. اما دابا ارلونغ سيطر على 20 بلده من نهار دخل الازرق الشرقي، وديما كينشر الرعب والفساد في كاع البلايص بلا ما يوقف. يعني المهمه اللي باغي ينفذها لوفي غتكون خطيره بزاف وما سهلاش نهائيا. نمشيو دابا عند نامي اللي غادا تقول واخيرا رجعت للوطن ديالي، ووسط من الوطن ديالها غنشوفوا الحديقه ديال ارلونغ. وهنا غادي نشوفوا لاول مره ارلونغ في الوقيته اللي غادي يعطي فيها فلوس لواحد من البحريه، وهذا الشيء غيخلينا نفهموا باللي ارلونغ كيرشي عقيد البحريه باش يخليه يدير كاع داكشي اللي باغي.
وهذا الشيء علاش ارلونغ كيتعتبر كلب ديال البحريه في الازرق الشرقي.